ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. هنقضي بإذن الله الأسبوع ده سوا. بكرة هيكون أول يوم ليا في الجامعة في آخر سنة. هيكون last first day، خلاص مش هيبقى عندي first day تاني. ولكن بصراحة فكرت، كنت لسه جاية من بره ولابسة، فقلت طب ليه ما نصورش النهاردة؟ ما النهاردة كمان يوم مميز، علشان النهاردة خلاص اخر يوم في اخر اجازه كبيره هاخدها في حياتي. انا دايما كده بحب الايام كده يبقى كل يوم ليه مسمى، وبعمل لي ايام سبيشال من غير ما يبقى اليوم سبيشال اصلا عادي. ف هنقعد نعمل ايه دلوقتي؟ هقعد جورنال ايه الحاجات اللي انا حاسه بيها وايه الحوارات دي. والاهم من كل ده اللي انا ورايا برزنتيشن بكره، اول يوم في الكليه عليا برزنتيشن، عشان كنا نازلين تدريبات كتيره جدا جدا في الاجازه. نزلت 3 تقريبا، نزلت هيئه الطاقه الذريه، ونزلت المركز القومي للبحوث، ونزلت شركه سد للادويه. هتقول لهم بقى بكره في البرزنتيشن قدام رئيس القسم، رئيسه القسم هي رئيسه القسم، وقدام الدكاتره انت عملت ايه بقى في الحاجات دي. انا كنت نازله والله علشان هاف فن واقابل اصحابي، ولكن الموضوع طلع اكبر مني، وعملت الباوربوينت بس من شهر كده ولا حاجه، كنت مذاكراه وعارفه انا هقول ايه. ولكن دلوقتي عايزه اقعد اراجع انا هعمل ايه، عايزه جورنال عشان اخلص، وعايزه اجهز اللبس طبعا، وعايزه انام، وعايزه اعمل حاجات كتيره جدا جدا. يلا بينا نجورنال ونشوف بكره هنعمل ايه. ايه شعورك يا بسنت في اول يوم؟ فين اللي كانت قاعدة عليها؟ اخر يوم هيئة الطاقة. اخر اول يوم آخر أول يوم في الترم الأول. يس. ايه شعورك؟ لا بسرعه الناس مش هتستمتع. بؤساء. اخر حاجه كلنا عندنا ورق مهم بنبقى محتاجينه، والورق ده في اي وقت ممكن يتعرض لاي حاجه. هيئة الطاقه الذريه البحر عملنا كراتين مضاده للحريق. عملنا كراتين مضاده للحريق. لو سمحت نسيبها باي وقت باي ورق انا محتاجاه جواه واقفل عليه، يبقى لا مش نروحش كمان بيبقى عندنا كتب بتبقى مهمه كمان بيبقى عندنا كتب بتبقى مميزه وعلميه وقيمه كده، فلازم نحافظ عليها. طبعا نقرا الكتب عشان لو قرأت حاجه جماعة ازيكم؟ نورهان دلوقتي اكتر واحدة متأخرة على الكوكب ده. هجهز الشنطة عليا النهاردة. امبارح جيت انا ما كنتش قادرة انام طول اليوم. عليا دلوقتي سيكشن بس الحمد لله، ولا بوكس ولا بلطو، وما نتعرف على بعض كده خلاص من 9 ل 10. بعد كده عليا محاضرة من 2 ل 3 بس، جاب 3 ساعات او 4 ساعات في النص، معرفش بقى هنعمل فيهم ايه، فيلا نشوف ايه اللي هيحصل. بس يلا بينا. خلصت الحمد لله السكاشن. طلع عليا 3 سكاشن، مفيش جاب اصلا، ده انا اللي كنت فاهمه الجدول غلط. وقعدت 6 ساعات في سكاشن، بعد كده محاضره ساعه، وبعد كده انا هروح دلوقتي. استني ايه، هجيبك، تعالي ايه. هجيب اوصل لك حتى. على فكره فيديو ما أنا عارفة واخدة بالي. خلاص تصوري معانا بقى يا نوران. خلاص يا ستي، مش مصدقه نفسي. أنا مبسوطة جدا. ايه اليوم الحلو ده؟ يلا نروح. ايه ده؟ ساره اللي ورت دكتور ناديه العين الحمراء. وريت. لا دكتور، انا بس عايزه اعرف حاجه، كل ده ليه؟ كل ده ليه؟ أنا ليه عايشة يا دكتور؟ ساره امان، احنا مروحين سوا. دي احنا ايه؟ رجل اليمين. وانا
قصيره. السلام عليكم، نبدأ سنة جديدة. خلوني عشان كده. سنة رابعة بتبدأ. انما انا كنت بعرف اقرا واكتب زي القرده. معرفش اسمه ايه. أول مرة نيجي اخر سنه يعني شيء هزيل عن رابعة جامعة. كلنا باينين. تعالي ورا يا ساره. كده يا سارة. يلا يا زينة. بتصور يا امان توثيق اللحظات. جماعة ازيكم مرة تانية. ال3 ايام خلصوا بتوع الجامعة ولا 4. الاسبوع الاولاني ما كانش فيه اصلا جامعة كتير. النهاردة كان اجازة الخميس عشان كان يوم حرب اكتوبر، واول يوم برضو كان اجازة الدكاترة، معرفش كان عليهم اجتماعات ولا مؤتمرات ولا ايه، وتاني يوم كان اجازة. فيعتبر اصلا الاسبوع ده ما خدناش فيه حاجة، كان اسبوع صغير جدا جدا، مع ان اتراكم عليا حاجات كتيرة جدا جدا معرفش ليه. عليا المفروض بقى الاسبوع الجاي 3 امتحانات على ال3 تجارب اللي احنا خدناهم، و3 تجارب نجهزهم وهنمتحن عليهم شفوي، وريسيرش في المحاضرة والمفروض هنسلمه، والمحاضرة تتذاكر. كل الحاجات دي في اسبوع، واحنا يعتبر ما خدناش حاجة. خدت اصلا محاضرة واحدة، المفروض بناخد 8 محاضرات في الاسبوع، فخدت واحدة من ال8 عشان كل الباقي كان ملغيين. وخدت كل السكاشن تقريبا ما عدا 2 أو 3 ما خدتهمش. و عندي بقى مواد اختيارية معرفش اختار ايه. عندي سوليد ودراجز وبايو، المفروض من ال3 مواد دول اختار مادتين. انا لحد دلوقتي انا ثابته على السوليد والدراجز، معرفش انا مرتاحه لهم كده، بس كل ماده فيها معضله كده مش عارفه احلها ازاي. السوليد هي الماده بيقولوا سهله ولكن الدكتور بتاعتها صعب. البايو بيقولوا ان الماده طويله جدا جدا ولازم كل محاضره تروح محضر، وكل محاضره الدكتور بتسال شفوي، يعني امتحان شفوي بتاخد درجات اعمال السنه، بس الدكتور في الاخر بيجيب امتحان حلو وبتدي على درجات اعمال السنه حلو. ايه تاني؟ الدراجز انا معرفش، ما سمعتش عنها، بس هما بيقولوا طويله وهتفيدكم. بس انا حاسه ان الدراجز حلوه يعني. رانيا صاحبتي كانت بتقول في تيك توك عايزين نعملها على الدراجز دي، فانا هختار الدراجز عشان التيك توك، وهختار السوليد عشان الماده سهله. مش عارفه لحد دلوقتي محتاره، بس انا لحد دلوقتي ثابته على كده. سوليد ودراجز باذن الله. برضه اقول لكم انا اخترت ايه. بس كده الاسبوع خلص، يعتبر ما عملناش حاجه اصلا، كان اسبوع خفيف جدا جدا، حتى ما اشتغلناش عملي في المعامل، ما كناش بناخد البوكس، ما كناش بناخد البالتو الا في اخر سيكشن تقريبا. على الله. النهارده كتبت حبه حاجات كده من اللي احنا خدناهم عشان المفروض الم بقى الحاجات اللي احنا خدناهم من اول حاجه، ولكن بصراحه حصل مفاجاه، وولاد خالتي جولنا وخالتي، فكان يوم رائع بالنسبه لي. فباذن الله هنحاول بكره نعمل اي حاجه قبل ما يوم الاحد يجي، يوم السبت يجي، فهيتراكم علينا حاجات اكتر واكتر واكتر، واحنا عارفين الحاجات لما بتراكم علينا بيحصل ايه وما بنعملش حاجه في الاخر. بس كده ده اللي حصل طول الاسبوع. يا رب الفلوجات تكون عجبتكم، و باي.